ايه يا عم مالك متضايق كده ليه؟ قول لي بس بجد والله متضايق وزعلان عشان الكلين شيت بتاع مصطفى شوبير راح؟ ايه يا عم من حقك بس مش قوي كده. لو انت زعلان على الماتش ده ومجهود اللعيبه ومجهود مصطفى شوبير يا عم انا معاك بجد والله. لو انت خايف من الخساره الماتش الجاي بجد ملهاش اي علاقه بالتفكير وبالمنطق خالص. ده فريق بيلعب كوره مثلا تخاف منه؟ اكيد لا. يعني ده صن داونز؟ اكيد لا برضه. كده كده وافتكر القعده اللي احنا قاعدينها دي يا معلم، لو حد بيشوفني يعني مثلا هنكسب هنا، مش القصد هنكسب البطوله بس، لا هنكسب الماتش وبعدين نكسب البطوله، حته حسام باولو كده ما علينا. انا احساسي لا هنروح نلعب كرات عاليه زي نهائي مثلا افريقيا 2018 ولا هنروح نستقبل لعب زي نهائي 2022 اللي فات. هتقول لي ما انت ما شفتش التحكيم في الماتش ده؟ اكيد هخاف من التحكيم الماتش الجاي. بص هقول لك حاجه بصراحه كده، التحكيم الماتش ده كان زي الزفت بجد والله. هفترض معاك يا عم الجزء السلبي اللي انت عمال تفكر فيه وبتسرح فيه بخيالك وبالحكم اللي هو يعني ناسي اسمه ده، التحكيم هيبقى ضدك هناك وهيخسرك البطوله لا قدر الله. وقتها بقى ايه، انا عايزك تقتنع كده انك تشيل قاره افريقيا دي من دماغك خالص، ما تفكرش انك تتفرج على ماتش فيها. وده هيبقى حل؟ لا مش هيبقى حل بقى، لازم بقى قاره افريقيا دي لا مش نلغي النشاط فيها، لازم بقى نتعنصر عليها، نبقى عنصريين عليها كده. بس بقى واحد الله طيب بقى. بس لعبنا شوط اول يعتبر حلو بجد، اي نعم انت ما كانش فيه كثافه هجوميه كده، بس اللي هو ايه الفرصه ولا الاثنين اللي بيجوا للاعب محمود عبد المنعم كهربا. وفكره ان الفرصه او الاثنين اللي بيجوا لك يجوا لمحمود عبد المنعم كهربا، لا بص انا هقع، بص هقع بقى وهشوط وانا بقع. يا حوده يا حوده بجد والله احنا حفظناها. غير بقى يا عم، حاول تلعب كده بدني شويه، تجري صح، تعمل اي حاجه. اي نعم انت احسن مهاجم في الفريق دلوقتي بس مش كده يا اسطى، اقسم بالله احنا بننام 21 سنه بنموت. واقسم بدين الله 20 سنه 21 سنه بنموت. تخيل لما يكون مستوى مهاجمينك بالطريقه دي، لو كهربا احسن واحد فيهم وتيجي تنتقد كولر تقول لك سايبه في الملعب ليه وبتاع، وشريف ما نزلش ليه، ولا شادي بره القايمه ليه. يا اسطى والله العظيم الكلام ده حرام بجد، حرام اللي احنا بنقوله ده. الشوط الثاني محاولاتنا فضلت شغاله كده، اي نعم كنا احسن من الشوط الاول بكتير، بس لو انا معايا 3 ناقصين في الفريق بجد، علي معلول، حمدي فتحي، كهربا. السكريبت وقع. هنجيب بقى السكريبت تاني. عايزين بقى نركن جزء الماتش ده بقى بكل السلبيات اللي فيه بالايجابيات بكل حاجه بصراحه كده. انا في نقطه مضايقاني واكيد مضايقه اي حد بيتفرج، التحكيم. سؤال واحد بريء، هل التحكيم ظالم؟ التحكيم فشخنا. كرة حسين الاولى بقى، كرة حسين الثانيه، الفاولات اللي كان ما بيحسبهاش والفاولات اللي بيحسبها لهم. يا راجل ده في الوداد ليه كورتين 3 اوف سايد كده بيروحوا هجمات خطيره بيهم وبيسيبهم يكملوا الهجمه. طب ماشي انت كملت الهجمه اهو، هتعمل ايه بقى بعد الهجمه؟ ارفع الرايه بقى واحسب الاوف سايد. العب ضربه مرمى يا ابني، العب ركنيه يا ابني. ممكن هتقول لي الغلطات دي بديهيه وبتاع وكلنا عنصر بشري وبنغلط. طب دي بقى دي بجد ايه بقى؟ ده هاندي بول ولا كره طايره ولا ايه بجد؟ قول لي بجد اشرح لي. انا كمحمود بقى رجاله انا اتظلمت مرتين تحكيميا شايفهم، اللي هو انا اتظلمت كتير تحكيميا كريال مدريد وكاهلي ما علينا يعني. انا اتظلمت مرتين شايفهم فضايح تحكيميه بجد. اول مره في 2021 ريال مدريد ضد اشبيليه سرقوا الليجا مننا، الكرات كانت بتتحسب كده وتتحسب علينا من الناحيه الثانيه بالعكس كده مش عارف ليه. والنهارده كانت شويه فضايح تحكيميه بقى ايه عينك كده بتحبها بجد. اكيد انا حضرت انرامو حضرت 2007 قصاد النجم، بس الحاجات دي كنت ممكن اكون لسه مش مستوعب ليها فضايح تحكيميه، بس السنتين دول مش فضايح لا بجد والله. الكوره لازم تتلغي. ما هو بصراحه بقى كده يا رجاله حاجه تضايق بجد، مع احترامنا لاخواتنا اللي من ليبيا دول. انا اخر مره سمعت عن كره القدم عنهم او بسمع عنهم في ايه بقى، اللي هو بيقول لك في نجيله ترتان وفي عشب كده ملعب صناعي وفي بيلعبوا خماسي دايما. ايه علاقه الحكم بقى ده بالكوره؟ اركن بقى سلبيه التحكيم، خش بقى على سلبيه مين؟ علي معلول. الحمد لله يا رجاله وبفضل الله بقالي ازيد من نص سنه او سنه مثلا الا شويه بقول علي معلول انتهى. هو مش انتهى اللي هو انتهى بقى خلاص زي ايدن هازارد كده والناس دي، لا يا معلم هو انتهى اللي هو بص خلاص يعني ما يستحملش يلعب الماتشات دي كلها، وبجد قراراته كلها غلط وبطيئه. كنت اجي كده في ايام انزل فيها بوست بهزار كده اقول يا جماعه علي معلول قراراته غلط وبطيئه، وانا ما بقتش حمل ان انا اشوف علي معلول كل ماتش. الاقي اللي بيشتمني، الاقي اللي يقول لي يا ابني اسكت انت مش ناكر التاريخ وبتاع، نفس الكلام اللي بيتقال على كريم بنزيما بالظبط. ما علينا يعني. يا اسطى هفهمك بجد، كل الغلطات اللي كانت بتحصل في الدوري والغلطات البسيطه دي وبتاع وقله التركيز واللي علي معلول مبقاش قادر، كل ده كان تمهيد لحاجه كبيره هتحصل، والحاجه الكبيره حصلت. بالله عليكم بقى اللي هشوفه كان بيدافع عنه وبتاع وكان بيشتمنا عشان كنت بقول لعلي معلول قرب ينتهي او بينتهي، لو لقيته بينتقد علي معلول اليومين دول هبلكم. اتكلمنا عن سلبيه التحكيم، اتكلمنا عن سلبيه علي معلول، فاضل سلبيه واحده بقى،
عصام الشوالي. قول لي بجد يا عم عصام، لا مش الفرق ما بين الراجل والست، لا قول لي بقى ايه الحياديه ديت ازاي اصنعها بدون رود بجد؟ طب انت جايبينك عشان انت تونسي مالكش علاقه بالنهائي وبتاع، ليه يا معلم بحسك في قرارات الوداد اللي هو ايه يا عم ضرب جزاء؟ علي معلول كان طالع في كوره كده بالهيد كده وبتاع، الواد خدها منه كل حاجه، ما علينا، علي معلول ما كانش موجود اصلا، فالكوره بس علي معلول يدوب سند بايده كده سنده بسيطه ومش بالكوع اصلا. عصام يا جماعه بصوا للفار، يا جماعه بالله عليكم لا تبصوا للفار، الكوره ضرب جزاء، بالله عليك ارجع بس يا حكم، انت عامل ماتش كويس وارجع كملها بالقرار ده. انما احنا بقى هندي بقى وضربات جزاء. يا حسين انت بتمثل، شكلها ما فيهاش حاجه يا حسين، لازم كان يدوس على رجلك كده بالنص، صوابعك تبقى في ناحيه ورجلك في ناحيه، انت بتمثل يا حسين، اطلع بره. المهم يا رجاله احنا يعتبر بنفنش خلاص الفيديو، فمفيش حاجه مهمه نتكلم فيها بصراحه في الماتش غير حرق الدم، واحنا خلصنا حرق الدم خلاص. ماتش العوده انت خايف منه؟ انت هتخاف من نقطه التحكيم بس، اي نقطه تانية لا برضه. فريق الوداد بجد على قده، شويه العرضيات وشويه الكرات الثابته وخلاص يا معلم، المحتوى بتاعهم خلص، ما علينا ولا اي حاجه حصلت خالص. اركن بقى الاهلي بقى والاسبوع ده واستمتع بايه؟ براحل كريم بنزيما. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، سلام.